السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة: اوعي تخلي حد يتشرط عليكي، وخصوصا النرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. لما النرجسي يتشرط عليكي ويساومك ويضغط عليكي انك لازم تكتبي له ورثك، والا هيسيبك ويهاجر، والا هيسيبك وهيمشي. تمام. الحل في النقطه دي لازم نفهم حته حته كده الاول. النرجسي عايش معاكي بناء على ايه؟ بناء على اهتمامك بيه، اهتمامك اللي بيشبع غروره، اللي بيحسسه بوجوده. لما بتيجي انت تتشافي وتتعافي انت غصب عنك، الاهتمام ده بيقل. تمام. فبالتالي النرجسي بيلاحظ، فبيحاول انه يحطك في دور الضحيه. ما بتتحطيش في دور الضحيه لانك خلاص عرفتي قيمتك، وانت كده كده اصلا انت عندك استقلال مادي، وعندك ورث، وعندك فلوسك وحاجتك خلاص. ولكن النرجسي الهدف من ان هو الموضوع مش موضوع انه هو طمعان في الفلوس في حد ذاتها، لا. النرجسي عايز يسيطر عليكي، عايز يسلبك قوتك، عايز يعني يبقى عايش معاكي. هو الامان بتاعه ان هو يسلبك قوتك خلاص. لكن مش الامان بتاعه ان هو انك انت تكوني انسانه كويسه معاه، انك انت تقولي له حاضر ونعم، انك انت تسمعي كلامه، انك انت تحافظي على فلوسه وولاده وكده، لا. هو الامان بتاعه انه يسلبك قوتك. النوع ده من النرجسيين عايزه اقولك ان هو مش مكسب، تمام، علشان يبقى لما هيسيبك انت هتخسري. النوع ده من النرجسيين اللي بيساومك، وبيساومك باسلوب على المكشوف. يعني مش مثلا جايب لك الموضوع مثلا متزوق، لا. هو يعني بالظبط كده هو بيحسسك، بيقولك انت مالكيش اي قيمه عندي الا من خلال الفلوس دي. الفلوس دي يا تتكتب باسمي يا اما اسيبك، يعني انت مالكيش اي قيمه عنده. فالنوع ده كونك انك انت تسمعي كلامه وتتنازلي، انت كده بتدمري نفسك وبتبيعي نفسك. هو كده كده بيعك، تمام. النوع ده هو كده كده بيعك، ولكن هو عايز لما يبيعك ما تبقيش ليكي قوه ولا سند ولا حول ولا قوه ليكي الا للنرجسي. فلما يبيعك او يخونك او اي حاجه تحصل خلاص، يبقى انت مذلوله للنرجسي. عشان كده هو عايز يسيطر على فلوسك. طيب الحل ايه؟ الحل ايه في موضوع زي ده؟ الحل: النرجسي مسنود على حته انك انت خايفه انه يجوز عليكي، او انك انت خايفه انه فعلا ينفذ اللي هو قاله ويروح في بلد تانية، او مسنود على نقطه انك انت هل انت انثى في عينيه ولا مش انثى في عينيه، اللي هياخدها احلى منك ولا مش احلى منك. خلاص. هو ده اللي النرجسي بيهددك بيه، وبيستنزف طاقتك بيه، وبيستنزف صحتك من خلاله. خلاص. لو انت عارفه ان النرجسي اصلا ما بيحبش حد، والنرجسي كل علاقاته بالناس هي عباره عن مصالح، خلاص، فبالتالي انت عشان تحتفظي بالنرجسي ده كمنظر اجتماعي مش اكتر، خلاص، تعملي ايه؟ النرجسي ما تحسسيش النرجسي انك انت ضده. اولا ما تحسسيش النرجسي انك انت رافضه انك انت تديله الفلوس دي. خلاص. اديله امل، هيعمل لك هوفرنج، تستفيدي بالهوفرنج وتديله امل، ويعمل لك هوفرنج وتستفيدي بالهوفرنج، وهكذا. خلاص. ما تديش النرجسي عقد نافع. زي ما النرجسي بيعمل معاكي، بيديكي دايما وعد وما بينفذش. ايه المشكله انك انت توعدي النرجسي وبرضه ما تنفذيش؟ ايه المشكله؟ فهمتي؟ ولكن كونك انك انت بتقابلي الموضوع ده بانك انت مش من وجهه نظر عدائيه، انك انت ما تبقيش عدوه للنرجسي، انك انت ما تحسسيش النرجسي ان هو طماع وانت مش كويس وانت مش عارف لا 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 ابدا. انت عارف ان انا ما استغناش عنك، انت عارف ان انت مش عارف ايه، اي كلام حلو. وفي الاخر انت برضه اوعي 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 تتنازلي عن اي مليم من فلوسك.
فهمتي؟ هنفترض أسوأ الظروف اللي هتحصل، ان النرجسي فعلا هينفذ اللي هددك بيه وهيسيبك فعلا ويمشي. كفايه انك انت تربي عيالك زي ما انت عايزه، كفايه انك انت معاكي استقلالك المادي ومش هتتحوجي للنرجسي. تمام؟ طول ما انت ثابته وفي نفس الوقت انت ما اعلنتيش الاستغناء عن النرجسي، النرجسي هيلف يلف ويرجع لك تاني. النرجسي عامل زي الكوره، تضربيها في الحيطه ترجع لك تاني. النرجسي على فكره طول ما انت رافضه انك انت تديله فلوسك، طول ما هو بيحترمك، لان النرجسي عارف كويس انه ملوش حق في فلوسك، عارف كويس انه بيستنزفك، عارف كويس انه بيستهبل وبيستعبط وبياخد حق مش من حقه، وبيستولى على فلوس مش فلوسه، ومش من حقه انه يبص للفلوس دي اصلا. خلاص؟ طول ما انت واقفه وثابته على موقفك، خلاص، طول ما النرجسي بيحترمك، وطول ما انت عمرك ما هتكوني ضحيه في نظر النرجسي. تمام؟ طول ما انت واقفه وثابته على رايك وفلوسك في ايدك، خلاص، النرجسي مستحيل هيتجوز عليك، لان هو عارف ان هو لا يتجوز عليكي. انت على طول معاكي الفلوس ومعاكي وتقدري انك انت تسيبيه بسهوله، وتقدري تعملي خلع وتقدري، فهو هتبقى صعبه عليه انه يخونك. خلاص؟ لكن جاست انك انت اتنازلتي له عن كل حاجه عشان يرضى، بتراضيه، عايزه من باب انك انت فاكره ان كده هيفتح البيت، خلاص انت كده مالكيش اي قوه، وخلاص هو خد اللي هو عايزه، هيعمل اللي هو عايزه وخلاص، ومش مشكله. النرجسي ما يهمهوش انه يخرب بيت، انه يبقى شكله وحش قصاد حد، انه يجرحك، انه اقول لك ايه، ما يقدرش عشره. كل ده عادي جدا عند النرجسي، وما بيهموش ان الناس تعرف حاجه زي كده. خلاص؟ يعني هو يحب قوي ان هو اللي يسيب، لكن هو ما يتسابش. فهمتي؟ يحب هو اللي يمشي، لكن ما فيش حد يمشي منه. فهمتي؟ لكن طول ما انت ثابته واقفه على موقفك، النرجسي هيحترمك، وهو عارف كويس انك انت بالطريقه دي انت مش ضحيه، وعارف انك انت عندك حق انك انت تدافعي عن حقوقك وتدافعي عن فلوسك وتدافعي عن حاجتك. خلاص؟ لكن لو انت اتنازلتي، خلاص الموضوع انتهى، وهو كده كده النرجسي مش في دماغه اصلا. لازم تعرفي النرجسي مش في دماغه ان هو يعمر اصلا، يعني اللي بيفكر بالاسلوب ده، خلاص، هو مش في دماغه انه يقعد معاكي سنين طويله او انه يعمر معاكي اصلا. هو كل اللي في دماغه انه هو عايز ياخد اللي وراكي واللي قدامك، علشان لو حصل وعايز ينحرف ولا يعمل اي حاجه غلط معاكي، تبقي انت مش مسنوده على حاجه، فيبقى الموضوع بالنسبه له سهل، وفي نفس الوقت هو عارف انك انت مش هتقدري تعملي له اي شيء. فهمتي؟ فبالتالي النرجسي هو مش مهم عنده انت مين، مش مهم عنده انت هتاخدي عنه صوره وحشه ولا لا، او ولاده هياخدوا عنه صوره وحشه ولا لا. لا، هو اهم حاجه عند النرجسي هي مصلحته اولا واخيرا. يعني النرجسي المصلحه هي اللي بتحكم النرجسي اولا واخيرا. فطول ما انت ثابته على موقفك، طول ما انت مستحيل هتكوني في نظر النرجسي ضحيه، وهيفضل يراضيك ويعمل لك هوفرنج على امل انه ايه، انه ياخد الفلوس. وطبعا ولا يعني اوعي 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 اوعي. خلاص؟ يا رب الفيديو يكون عجبك، ويا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.